الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم والمشاكل والظلم الواقع على الملاك، وحكم محكمة دستورية وحكومة لسه ما قدمتش مشروع، ومستأجرين شمتانين، وبعض المستأجرين مش كلهم بيقولوا ولا 10 سنين وعشم إبليس في الجنة. الزيادة الإيجارية أنت هتبقى زيادة حاجة، يعني بتاخد 4 جنيه الأجرة بدل 4 جنيه، بس وحدة سكنية تبقى 6 جنيه ومش هتاخدوا حاجة. وبيحاولوا يهاجموا الملاك وما سابوهمش في الدعب والهوان والعذاب اللي شافوه طوال هذه السنين، اللي أبوه مات واللي والدته ماتت بسبب هذه الأملاك. رغم عن ذلك هم كمان عايزين يموتوا اللي باقي منهم من بعض الورثة اللي هم وصل سنهم 50 و60 و70 سنة ومش قادرين يجيبوا علاج، وعندهم أملاك بالاسم بس. اللي عندها شقة عندها في العمارة 3 4 شقق وهي قاعدة فوق السطح، والنطرة بتنزل عليها والسقعة بتنزل عليها، والشقق مغلقة وأصحابها سايبينها في الكويت والسعودية وأمريكا وبيدفعوا الإيجار، ما لهمش عندهم غير الإيجار. اللي شقه مغلقة ومش قاعد في الشقة وسايبها وقاعد في حتة تاني ويقول لك أنا بدفع إيه. اللي قافل شقته بيساوم المالك عشان ياخد فلوس ويعمل له عقد إيجار ويبيعها له تمليك بثمن بوكس. ده بيسري على كمان بيتقال على المحلات، انت بتاخد ايه يا عم، قيمه ايجاريه قد ايه؟ ده عايز اخد لك مثلا كذا، ابو نص مليون عايز يشتريه ب50,000 وعايز يستغل الملاك. قانون استثنائي اتطبق، الظلم في ناس وماتت بسببه ناس كتير جدا جدا، والى الان يطبق هذا القانون الظالم الفاسد. طيب، قلنا في اقتراحات لذات القيمه الايجاريه، وقلنا كملاك عايزين سعر السوق، هتحل الازمه خالص. واللي مش قادر، ما بقولش حد يترمي في الشارع، والسيد رئيس الجمهوريه قال لك هتتكعبلوا في الشقق، وفي وحدات اعضاء مجلس النواب قال لك في وحدات اسكان اجتماعي، الحكومه قالت في اسكان، هنديكوا قروض، هنديكوا كذا، هنساعدكم بس بعيد عن المالك. عشان الناس كان بيقول لك طب ما نبيع الوحده والمستاجر ياخد 60% 40% والمالك ياخد 60%. كلام طبعا مش صح، مش كفايه انهم اتحرموا عايزين يبيعوهم املاكهم بالعافيه، اتأجرت منهم في ظروف استثنائية وبرضه بالعافية. المستأجر تكلمه يقول لك أنا دفعت حق الشقة، اديني الفلوس اللي دفعها. أنت ما دفعتش حاجة، أنت كنت يعني بعض يعني ناس قليلة جدا اللي هم مستأجرين أصليين دفعت خلو يا مستأجر يا أصلي 30 40 50، زي ما كنت بتقول 20,000 جنيه وأنا وضبت الشقة وعملت، بتتخصم بتتخصم من القيمة الإيجارية النص بالنص، وبتحسبها على مدة 20 سنة. ما كانش حد بيكتب حاجه، دي اتعمل للملاك قضايا تلفيق تزوير في خلوات رجل، وهددوه الناس ايام خلو الرجل ايام اللجان والكلام دوت. قانون اهدر الملكيه وضيع حق الملكيه وخلى المستاجر في حاله بؤس وشقاء ومرض. اللي قاعدين في الشقه مش المستاجر الاصلي، قليل جدا مستاجر اصلي، ربنا يديهم طول العمر ويقعدوا مش مشكله. قانون مكتوب عليه مشهره بقى ابدي، ابن المستاجر، وبعد كده ابن المستأجر، وبعد كده وصلوا للدرجة الرابعة كان ابن عمه اللي بس واحد قريب يكون قاعد معاه. قانون اتشرع بطريقة خطأ وطريقة استثنائية، الظروف دي مشيت، انما الجواب زي ما هو، الايجار زي ما هو. الدنيا كلها غليت ميه وكهرباء وغاز في كل دول العالم، وايجارات قديمه في كل دول العالم، تم الزياده الا في مصر. قلنا عايزين السعر السوقي، الاقتراحات، وطبقوا الكلام دوت والمشكله هتتحل. الى الان مصممين ان احنا نتم السعر السوق، خليه يا عم اقل بربع. اللي يقول لك ده ريحه ابويا وامي فيها، ده مش عارف، ده ادمها ده محل ادم خير عليا، لما يلاقي نفسه هيدفع هيقول لك لا، زي ما قلت قبل كده، ده ريحتهم غاليه قوي، شوفهم في القرافه، نروح نزورهم احسن. اللي حدبت لا يا عم، عتبت ايه يا عم، ده انا كده لا، ده انا همشي، انا عندي
لو طبقت سعر السوق. انما لجنه الاسكان بمجلس النواب ليها راي تاني، واحنا راي ده اقتراح بيقولوه لجنه الاسكان وبس. الاقتراح اللي هم يعني ايه، عايز اقول ايه، يعني ممكن 80% يتاخد بيه او 70%. قولوا رايكم فيه. لجنه الاسكان بمجلس النواب بتقول: احد مقترحات لجنه الاسكان بمجلس النواب هو ربط زياده الايجارات القديمه بالضرائب العقاريه، بحيث يتم تحديد القيمه الايجاريه وفقا كما تحدده مصلحه الضرائب العقاريه لعقارات المثل، وبذلك تصبح الإيجارات أكثر عدلا وتعكس القيمة الوقتية للوحدات السكنية، هنشرحها، بدلا من الاعتماد على القيمة القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي. كلام كويس. يعني هيقول لك احنا هنحدد القيمة الإيجارية بسعر المثل عن طريق الضرائب العقارية. لجان من الضرائب العقارية هتنزل الأحياء بتاعتها وتقول الحتة دي مثلا الشقة بتأجر مثلا ب1000 ب2000 ب3000 اللي هي متطبق عليها بسعر المثل دلوقتي، وهتفرض القيمة الإيجارية على هذه الوحدات بالنسبة لقيمة المثل. وهنا هيربط القيمة الإيجارية ديت اللي هتحددها اللجان الذي تشكل من قبل الضرائب العقارية، وهيتم الحساب بطريق المثل. ازاي؟ احنا قلنا هنا ايجار جديد ب1000 جنيه، دي ب4 جنيه. طب عايزين نوصل لل1000 جنيه دي هي بقى الفترة ازاي يوصلوا لل1000 جنيه ديت، هي اللي هيتكلموا عليها. هم هيحددوا الاسعار. يبقى احد المقترحات الرائجة واللي ممكن ياخد بيها مجلس النواب واللي بتقول عليها لجنة الإسكان بمجلس النواب هو ربط زيادة الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده على فكرة عشان تبقوا عارفين بس. بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية لعقارات المثل. عارفين المثل يعني هنا ب1000 وهنا ب4 جنيه أو ب2 جنيه أو ب80 قرش. يبقى هنا هيطبق عليها مثلا 1000. هل ال1000 دي هتتاخد امتى وهتتاخد ازاي؟ ده بقى اللي هيحدده بعد كده مجلس النواب. طيب، وقالوا ان دي اكثر عدلا وتعكس القيمه الوقتيه هي وقتيه للوحدات السكنيه، بدلا من الاعتماد على القيمه القديمه التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي. اللي هي القيمه القديمه يقول لك ايه؟ زياده 50%، زياده 100%، زياده 400، يعني انا بدفع جنيه بدفع 4 جنيه، زياده 50%، يعني تبقى الشقه ب200 جنيه، زياده 80% يبقى اضرب 4 مثلا في 8 كده، او الشقه بجنيه هيضرب 50 يعني 50 جنيه. ما عملناش حاجه، مش هي دي السعر، هي دي القيمه. فقال لك لا، في لجان هتتعمل من الضرائب العقاريه، تشكل من الضرائب العقاريه، هي اللي هتحدد القيمه الايجاريه للوحدات السكنيه. وبيتكلم على الوحدات السكنيه. وطبعا الوحدات التجاريه ليها نظام تاني ان شاء الله اللي احنا بنطالب باخلاءها في خلال 6 اشهر او سنه وتسليمها للملاك. الوحدات التجاريه تكسب وتبيع بسعر السوق. هيجي واحد يقول لك يا استاذ كلامك مش صح، دي احنا بنخسر. احنا لو انت بتخسر سيب المكان يا عم، انا قلت الكلام ده قبل كده. ما تقعدش تخسر. هتخسر لمين؟ بتخسر لا، مكان بيخسرك سيبه. فيا ريت يا ريت الاقتراحات ديت تردوا عليها وتقولوا موافقين ولا لا. بس انا عشان اقول، بس عشان يبقى في امانه في العرض، الكلام دوت انا قريته وقلته قبل كده، بس هو طلع دلوقتي وطلعوا بيتكلموا عليه فقلت اعرضه لسيادتكم. شكرا.